عندي هنا شوية من السوداني اللي انا قلت لكم عليه، انا هحتاجه بس سوداني بس. تمام اهو. طبعا احنا موطيين النار خالص، انا عايزه بس ابين لكم. هحمصه وارجع لكم. اهو يعتبر كده السوداني اتحمص. انا هفضل اقلب فيه كده لحد ما يتحمص كويس. طيب هو دلوقتي بالنسبه لي اتحمص تمام. هقوم جايه مفضيه كده على الطبق وحاطه هنا الطاسه. هوطي خالص على الطاسه واقوم جايبه معلقه سكر ونص كده، معلقه ونص من السكر، واقوم جايه فرداهم وخليهم ايه يتكرملوا. بس مش هتاخد ثواني. بصوا خلاص اهي، هي كده يعتبر اتكرملت، بس انا مش عايزاها تاخد لون. انا هحط على كده وهي الباقي هيسيح. هنزل بقى السوداني بتاعي، بقوم جايه مقلبه كده كله ياخد من الكراميل، عايزه كله ياخد من الكراميل. طبعا في اللحظه دي انا هقفل النار اهو خلاص. واقوم جايه بقى احاول اظبط هجيب معلقه تانية مبلوله ميه اهو عشان ما تمسكش فيها، بحاول اعمل القرص بتاعي اهو. بصوا اهو، بصوا انا ببلها ميه عشان بس اعرف اتك عليها وتتفرد معايا كويس. بس كده، في اسهل من كده مفيش. هسيبها لما تبرد وهرجع لكم تاني. يا حبايبي السوداني بعد ما خلاص برد، بصوا بقى تحفه تحفه، ما خدش معانا دقيقتين على النار. وبصوا بقى القرمشه حاجه كده والله العظيم تحفه. بصوا الله، صوت القرمشه تحفه. بصي بقى تاكليه زي ما انت عايزه تاكليه اهو، حتت كده تقطعيه ولا اروع. وكل ده بمعلقه ونص سكر وكبشه من السوداني، وعملتي احلى حاجه حلوه ممكن تاكليها. في اسهل من كده بقى؟
ما تنسوش تحطوا لايك وجربوها لانها هتعجبكم جدا وهتعجب عيالكم لو جربوها. حاجة سريعة يعني بصراحة. ساعات لما ببقى نفسي في حاجة حلوة ومفيش حاجة بقى الا حبة سوداني، بروح بقى جايبة حبة السوداني وحبة السكر، واروح بقى على النار عاملة التحلية الجميلة دي. عملنا سودانية من ولا حاجة، من ولا حاجة. وتقدري بقى تعملي على كل الانواع، السمسم، الحمص، كل الحاجات دي تقدري تعمليها زي ما انا عملت كده السوداني، وهتعجبكم جدا. جربوها وما تنسوش تحطوا لايك، واستنوني في فيديوهات تانية كتيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.